السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت عصر اليوم في القاهرة عن مواجهة الأهلي لسيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي، وكان الأهلي قد تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة ب 12 نقطة، بينما حل يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني. كما أسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهة مازيمبي الكونغولي مع بترو أتلتيكو الأنجولي، فيما يلتقي الترجي التونسي مع آسك الإيفواري، ويواجه يانج أفريكانز التنزاني سان داونز الجنوب أفريقي، ويلتقي الفائز من الأهلي وسيمبا التنزاني مع الفائز من مازيمبي وبترو أتلتيكو في نصف النهائي، على أن يلتقي الفائز من الترجي التونسي وآسك مع الفائز من سان داونز ويانج أفريكانز. بالتوفيق للأهلي إن شاء الله في تكملة المسيرة والوصول للمباراة النهائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.